يا ترى فكرت قبل كده ازاي ممكن رواد الفضاء يصوموا في رمضان؟ يعني احنا هنا على الارض بنشوف الشمس بتشرق وبتغرب وعارفين امتى الفجر وامتى المغرب، ولكن في الفضاء اليوم بيعدي بشكل مختلف تماما. يعني مثلا لو انت على محطة الفضاء الدولية فالشروق والغروب بيحصل 16 مرة في اليوم الواحد. يبقى السؤال دلوقتي ازاي المسلمين يقدروا يصوموا في الفضاء؟ وازاي يقدروا يصلوا في حالة انعدام الجاذبية؟ تعال نكمل وخلينا نعرف كل التفاصيل الغريبة دي. الحياة في الفضاء مختلفة تماما. أول حاجة لازم نفهمها إن رواد الفضاء بيعيشوا في بيئة غريبة تماما. كل 90 دقيقة المحطة الدولية بتلف حوالين الأرض دورة كاملة. يعني رواد الفضاء الموجودين عليها بيشوفوا 16 شروق و16 غروب كل يوم. فلو حد قرر يصوم حسب الشروق والغروب فتقريبا هيفطر كل ساعة ونص. طيب إزاي بيقدروا يحددوا مواعيد الصيام؟ الإسلام دين بيراعي كل الظروف المختلفة، ولما بيكون في حالات خاصة زي السفر أو المرض فبيكون في رخص بتتيح الإفطار والقضاء بعد كده. ولكن لو قرر رائد فضاء مسلم القيام فبيمشي حسب توقيت الأرض، سواء كان توقيت المكان اللي أقلع منه أو توقيت المحطة الدولية، وممكن يتبع توقيت مكة المكرمة. ده فيما يتعلق بالصيام. طيب الصلاة هتكون إزاي في مكان ما فيهوش جاذبية؟ التحدي الأول في الصلاة هو اتجاه القبلة. محطة الفضاء بتلف بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة، يعني الاتجاه بيتغير كل ثانية تقريبا. العلماء بتقول إن المسلم في الفضاء بيجتهد ويصلي بأفضل طريقة يقدر عليها حتى لو كان الاتجاه مش دقيق 100%. أو بما إن الجاذبية منعدمة فمفيش ركوع أو سجود بالطريقة العادية، فرائد الفضاء المسلم بيصلي وهو مثبت نفسه بحزام أو وهو طاير. خلصنا كده المشاكل اللي بتقابل رائد الفضاء؟ لا لسه. جرب تفكر كده الراجل ده هيفطر ازاي؟ مفيش بقى لا مائدة رمضانية ولا حتى مشروبات. الأكل هناك بيكون فيه أكياس مفرغة من الهواء، ومية الشرب بتكون فيه أكياس بفتحات صغيرة عشان المية ما تطيرش في الجو. تخيل نفسك كده قاعد بتفطر على تمر وهو طاير قدامك. ممكن حد يسأل دلوقتي واحنا بنحكي الحكايات دي ليه؟ هو أساسا في رواد فضاء مسلمين؟ أقول لك إن في سنة 2007 رائد الفضاء الماليزي مظفر شاكور كان أول مسلم يصوم رمضان في الفضاء، وكان وقتها على متن محطة الفضاء الدولية. واستشار علماء الدين اللي قالوا له إنه يقدر يفطر لو حس بالتعب، وإنه يتبع توقيت الأرض للصيام والصلاة. وفعلا حاول يصوم ويصلي هناك، وكانت تجربة فريدة من نوعها. رمضان في الفضاء تجربة مختلفة تماما، وتبين قد إيه الإسلام دين بيراعي كل الظروف. أنت إيه رأيك في التجربة دي؟ عايز الفضول والخيال ياخدك كده وتتخيل نفسك كرائد فضاء صايم بين النجوم، وبقول لنا شعورك عامل ازاي. ورمضان كريم على كل المسلمين في أي مكان.